مساء الخير واهلا بكم وحلقه جديده من تحيا مصر. شهر الانتصارات، شهر اكتوبر، شهر العزه والكرامه، بنحتفل ب50 سنه على هذا الانتصار العظيم، اليوبيل الذهبي. لما يمر يعني لازم يفكرنا بما قدمه الاجيال الأكثر تضحية ووفاء لهذا الوطن. جيل أكتوبر 73 ده جيل ذهبي، لكن أبناء مصر الشرفاء الآن كمان عندهم معركة كبيرة جدا، هي معركة التنمية المستدامة. وعشان كده احنا لازم نكون يعني قدوة لأولادنا، لأن التحديات الحالية مش تحديات حرب فقط. الحرب بيبقى العدو فيها المعروف، بتبقى سهلة أو اعتدنا عليها في الزمن الماضي، لكن الحروب الحديثة الآن هي اللي بتواجهنا. وعشان كده أهم حاجة في مواجهة حرب الشائعات وحرب الجيل الثاني أو الجيل لا الثالث والرابع هو أن أنت تبني وتعمر، ويبقى هو ده حائط الصد، ان يبقى عندك وعي بما يتم على ارض الواقع. اسمحوا لنا النهارده نعرف الاستراتيجيه الخاصه بالدوله المصريه لتنميه وتطوير سيناء الحبيبه، هذه القطعه الغاليه من ارض الوطن. هيذكر لنا كل ما تم فيها الدكتور سعيد صالح، مستشار وزير الزراعه. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا يا فندم. دايما بنقول انتصاراتنا بتدينا دفعة للأمام، إن احنا نجتهد ويعني نفتكر الأجيال السابقة قدمت إيه عشان نقدم إحنا كمان للوطن الأكثر والأكثر. نمو هذا الوطن ما بين إيدينا دلوقتي، معركة التنمية المستدامة خاصة في سيناء. اسمح لي الأول لي قبل ما أبدأ الحديث عن التنمية في سيناء أن أنا أوجه الشكر والتقدير للقيادة السياسية على ما قدمته من جهد ملموس وما قدمته من جهود مضنية من أجل عودة سيناء إلى مكانتها الطبيعية، سواء بالقضاء على الإرهاب أو للتنمية اللي قادها فخامة الرئيس بنفسه داخل سيناء. سيناء جزء حبيب على قلوبنا كلنا كمصريين. سيناء بوابة مصر الشرقية، سيناء أمان لمصر من ناحية الشرق، سيناء لها بعد استراتيجي وبعد أمني وبعد عسكري مهم جدا. هذا الكلام كانت تعيه تماما القيادة السياسية عندما بدأت تنظر إلى سيناء وقادت حرب ضروس ضد الإرهاب البغيض الذي أوقف كل صور التنمية داخل هذا الجزء المهم من أرض مصر، حتى استطاع القوات المسلحة الباسلة، وهنا موجه لها الشكر والتقدير لكل القوات المسلحة وقوات الشرطة وأهالي سيناء الشرفاء الذين تصدوا بكل بسالة إلى الإرهاب البغيض. تحية لقواتنا المسلحة وتحية خاصة لأهالي سيناء. كمان أخذ من كلامك، إذا كانت المعركة الحقيقية التي تمت بالسلاح قد انتهت داخل سيناء، هناك معركة أكثر ضراوة وأكثر شراسة، هي معركة التنمية داخل سيناء، هي معركة التنمية المستدامة، هي معركة التنمية الاحتوائية، هي معركة إنشاء محطات كهربائية، مد طرق، مد كسور. هي محاولة من الحكومة المصرية زي ما قال دولة الرئيس امبارح وفخامة الرئيس في مؤتمر حكاية وطن، احنا بنبني من جديد، ما بنعملش حلو تجديد، لا هنبني من جديد. فسيناء هي أحد البقاع المهمة اللي الحكومة المصرية اشتغلت فيها، لأن حلم تنمية سيناء حلم قديم منذ استعادة هذه الأرض، ولكن رغم أنه حلم قديم إلا أن جذور الإرهاب حالت بين الحكومة المصرية أو الحكومات السابقة وتنفيذ أهداف تنمية شبه جزيرة سيناء، إلا أن فخامة الرئيس كانت له رؤية بعيدة المدى واستعان بالقوات المسلحة المصرية الباسلة التي فقدت أعز جنودها، وكذا الشرطة المصرية وكذا أهالي سيناء، من أجل أن نحيا جميعا في أمن وأمان، وأن يحيا هذا الجزء في أمن وأمان. الحكومة المصرية قدمت كل ما لديها، حتى ذكرت التقارير والبيانات الصادرة بأنها أنفقت أكثر من 750 مليار جنيه على تعمير سيناء وإنشاء خلال 10 سنوات فقط، 10 سنوات الأخيرة فقط لا غير، احتوائية وتنمية تخدم بها المواطن السيناوي وترفع من ظروف معيشته القاسية، وتقدم له مشاريع وتقدم له أكثر من آلية للنهوض بمستواه. احنا عندنا دلوقتي في سيناء أكبر محطة معالجة وتحلية في العالم للاستفادة من الصرف الزراعي. طبعا فخامة الرئيس أولى قطاع الزراعة أهمية خاصة
خلال ال10 سنوات الأخيرة، وخاصة في ال4 سنوات الأخيرة. فأنشئت محطة مصرف معالجة مياه مصرف بحر البقر، والتي نتج عنها تحلية أكثر من 6.5 مليون متر مكعب يومي. دي هتخدم قطاع الزراعة وهتخدم الأراضي المستصلحة، ودي كانت حصلت على افضل محطه على مستوى العالم. كمان دخلت موسوعه جينيس. كمان القياده السياسيه لم تقف عند هذا الحد، بل انشات ايضا محطه المحسمه وبقدره او بقوه 2.1 مليون متر مكعب في اليوم، ودي حصلت على جائزه افضل محطه على مستوى العالم عام 2019. الحكومه المصريه لم تدخر جهدا، لم تتوقف عن الانفاق على تنميه سيناء، بل الحكومه المصريه قدمت هذه المشروعات من أجل النهوض بسيناء وتنمية سيناء. كمان وزارة الزراعة والحكومة المصرية لم تتوقف عند هذا الحد، بل تم عمل حصر تصنيفي لحوالي 450 ألف فدان صالحين للاستزراع والزراعة في فاحنا عندنا سيناء. تقريبا كده المجمل 500 ألف فدان، 500 ألف فدان شمال ووسط شمال ووسط سيناء. ودي إن شاء الله تدخل الخدمة قريبا ويتم الزراعة فيها إن شاء الله لتحقق الأمن الغذائي وتساهم في توفير جزء كبير جدا من إنتاجها إلى المواطن المصري وتخدم المواطن المصري والشعب المصري بشكل كبير. احنا بنتكلم هنا عن وزارة الزراعة ومجهوداتها في مشروع تنمية سيناء المستدام، لكن بخلاف وزارة الزراعة كل الدولة بتعمل، يعني الطرق بتمهد لخدمة هذه المشروعات، شبكات الكهرباء، محطات تحلية المياه، كل الوزارات بتشتغل في منظومة واحدة. حقيقي دعني برضك أقول يا أستاذ عبير مهمة جدا، أن الحكومة أصبحت حكومة تكاملية، حكومة تشاركية، لم يعد العمل أحادي، لم يعد الوزراء يعملون في جزر منعزلة. فخامة الرئيس ودولة الرئيس بيعمل مع الحكومة كفريق واحد، الكل يعمل في منطقة سيناء كفريق واحد، الكل يجتهد، الكل يبذل قصارى جهده من أجل التنمية، من أجل الاستقرار، من أجل تحقيق الأمن والأمان. كمان وزارة الزراعة لم تكتفي بهذا الأمر، بل قامت بإنشاء 17 تجمع زراعي لخدمة أبناء سيناء وإحداث حالة من حالات هنتكلم عن المشروعات اللي يعني شهدتها سيناء في ال10 سنوات الماضية، بس بعد هذا التقرير عن أهم المشروعات الزراعية في سيناء. تتمتع منطقة سيناء في مصر بموارد طبيعية غنية وبتاريخ زراعي عريق، ومع ذلك فإن التنمية الزراعية في سيناء لا تزال تحتاج إلى جهود مكثفة للارتقاء بالقطاع الزراعي وتحقيق التنمية المستدامة، وهذا ما تسعى إليه الدولة المصرية، وذلك باستكمال كافة مشروعات المياه في سيناء، والتي من شأنها إعمار ما يقرب من 465 ألف فدان، حيث تم استصلاح 256 ألف فدان فعليا، وذلك في إطار مشروعات التنمية الزراعية في سيناء. ويعد مشروع تنمية شمال ووسط سيناء أحد أهم المشاريع القومية في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة في عام 2023-2024، مستهدفا ربط سيناء بمنطقة شرق الدلتا لتصبح امتدادا طبيعيا للوادي. كما تهدف هذه المشروعات إلى زيادة الرقعة الزراعية في سيناء وتوفير فرص العمل لأبناء سيناء وتعزيز التنمية الاقتصادية في المنطقة، وذلك في إطار خطة الدولة لدمج أبناء سيناء في التنمية الزراعية المستدامة. أهم المشروعات اللي احنا إلى الآن بنتحدث عنها هي مشروعات كلها بتصب في خدمة أبناء سيناء وخدمة الشعب المصري ككل. يعني سيناء لما هتتزرع هتعود بالفايدة على ملف الأمن الغذائي المصري ككل. تمام. حابين نوضح هذه النقطة. حقيقة هتوفر لنا قد إيه منطقة سيناء، يعني سواء شمال سيناء أو وسط سيناء؟ حقيقة وزارة الزراعة منذ أن حصلت على التكليف أو كلفت من قبل القيادة السياسية
بعمل حصر تصنيفي للاراضي داخل شبه جزيره سيناء سواء في شمال سيناء او في وسط سيناء. بدا معالي الوزير يوجه الفرق المختلفه سواء من هيئه التعمير، سواء من مركز بحوث الصحراء، سواء من الجامعات المصريه، لعمل فريق واحد متكامل لدراسه الارض والاستفاده من الخبرات الفنيه الموجوده في كل فريق على حده. فالحمد لله وصلنا ان في حوالي 450 الف فدان صالحين للاستصلاح والاستزراع، وده داخل الخدمه ان شاء الله ان هم يشتغلوا. مردودهم بقى على ملف الامن الغذائي. طبعا اي مساحه بيتم استزراعها وزراعتها في مصر بيكون لها مردود كبير جدا على توفير السلع والمواد الغذائيه للشعب المصري، وبتساهم بجزء كبير جدا 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 في تقليل الفجوات الموجوده، خاصه منتجات سيناء منتجات مميزه. منتجات مميزه. فطبعا احنا في وزاره الزراعه شغالين على هذا الملف بشكل خطير جدا. احنا بعد ما تم بعد وزاره الزراعه ما بتقوم بالحصر التصنيفي لبعض هذه الاراضي 450 فدان، احنا بنعمل حاجه اسمها الخريطه الصنفيه، وبنقول للناس او المزارعين ايه اللي ينفع يتزرع في الارض اللي تم اكتشافها ودخلت الخدمه الزراعيه. بنقدم لهم التقارير، بنقدم لهم الدعم الفني، بنقدم لهم كل الدعم المطلوب حتى يتم زراعه الارض بشكل مناسب وبشكل يحقق اكبر استفاده ممكنه. كمان بندي لهم الخريطه السماديه، وبنقول لهم الارض دي محتاجه سماد يعني ارشاد الزراعي متواجد كامل متكامل لهذه الارض. عشان كده وزاره الزراعه او الدوله المصريه انشات 17 تجمع زراعي متكامل بالكل البنى. وده كان مطلب لاهالي سيناء. وده طبعا مطلب زي حضرتك ما قلت لاهالي سيناء. 17 تجمع زراعي كلفوا الدوله المصريه ما لا يقل عن 6 مليار بحيث ان هو يبقى بيزرع وفي نفس الوقت ما نفتتش الرقعه الزراعيه. وفي نفس الوقت كمان انا برفق له كل الارض الموجود. انا بقدم تجمع زراعي متكامل في كل الخدمات، في الكهرباء، في الميه، في كل ما تتخيليه، بحيث يخلق نوع من انواع الاستقرار ويؤدي الى ما يقل عن حوالي 30,000 فرصه عمل مباشره وغير مباشره لابناء سيناء. دي كل المشروعات كلها بتدخل في اطار او تحت مظله حياه كريمه، هو محاوله توفير وايجاد حياه كريمه للقياده السياسيه لابناء سيناء ودمجهم في الشعب المصري ودمجهم في مصر. دكتور سعيد، انت عارف كتير قوي ان اهالي سيناء كانوا بيشتكوا من التهميش وان هم دايما مش على الخريطه، لكن في الاونه الاخيره يمكن شهدنا كمان حتى اهتمام قريب وليس او استثمار قريب وليس استثمار حتى بعيد الاجل زي اللي احنا بنتكلم عنه بالنسبه للمشروعات المقامه. شفنا قوافل بتنتقل لسيناء حتى لدعم الاهالي هناك بمواد غذائيه، وكان يمكن دي قافله كبيره جدا ما شاهدناش مثلها يعني في اي محافظه ثانيه. للحديث عن القافله سيناء في القلب، ودي احدى نواتج او احدى اليات. ده كان عنوان القافله سيناء في القلب. كانت احدى نواتج او احدى اليات مبادره خير مزارعنا لاهالينا اللي تبناها معالي الوزير السيد القصير منذ حوالي 3 سنوات، وكانت معنيه بتوفير وضخ كميات كبيره من السلع والمواد الغذائيه الى الشعب المصري، سواء 220 سلعه تقريبا 220 سلعه، سواء من خلال 41 منفذ متنقل، سواء من خلال 261 منفذ ثابت موجودين في مقرات مديريات الزراعه، الاصلاح الزراعي، الطب البيطري، موجودين في المحطات البحثيه، موجودين في مزارع قطاع الانتاج الزراعي على مستوى الجمهوريه 261 منفذ ثابت. فعندنا كمان 41 منفذ متحرك، واحنا ده وجه الينا تكليف من معالي الوزير ان احنا نجهز هذه القوافل الى سيناء. سيناء تستحق ونحن نستطيع ان احنا نقدم لها كافه الدعم وكافه العون وكافه المسانده. فالحمد لله انطلقت يوم الثلاثاء الماضي اكبر قافله لوزاره الزراعه الى شمال سيناء. دي الاكبر من نوعها يمكن في تاريخ وزاره الزراعه اللي يتم اطلاق مثل هذا الكم وهذا الحجم من القافله. 41 سياره محمله بحوالي من 70 الى 75 طن، يعني حوالي 75,000 كيلو موجودين في الوحده. عملتوا دراسات لاحتياجات اهالي سيناء. غبنا بتاع حوالي 10 ايام بالتنسيق مع السيد المحافظ المحترم الكريم عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، وحطينا اليات لانتشار هذه السيارات، وكنا بنقصد ان تنتشر وزاره الزراعه وسيناء في القلب في كل ربوع سيناء. فخصصنا سيارات لمدينه بئر العبد وقراها والقرى المجاوره، خصصنا سيارات للعريش مدينه العريش والقرى المجاوره، خصصنا سيارات الى الشيخ زويد والقرى المجاوره وكذا رفح وكل السلع هنا كانت مدعمه 50% احنا الحمد لله وفقا لتوجيهات معالي الوزير ودعما لابناء سيناء ومحاوله من رفع العبء الحقيقه عن كاهل المواطن في سيناء، كنا بنعرض المنتجات ب 50%، بل بالعكس المواطن الذي كان ياتي الى القافله ويعني ليس له القدره الماديه على شراء مثلا 2 كيلو او 3 كيلو طبقا للعبوه الموجوده، كنا بنديله
العبوه كلها بالمبلغ اللي بيدفعه نص او غيره يعني. فكنا متفاهمين جامد جدا مع الاخوه في سيناء، متفاهمين الوضع كويس جدا، بنطبق تعليمات وتوجيهات مع باقي الوزير. المحافظات هتقول لك اشمعنى بقى بعد كده؟ لا، مع المحافظات الثانيه دعينا نتفق ان سيناء مختلفه تماما، والناس في سيناء مختلفين انا تماما متفقه طبعا، عن انا الوضع في متفهمه. المحافظات الاخرى. بالعكس، سيناء تستحق، وانا بقولها عبر شاشه تحيا مصر، سيناء تستحق، ونحن كمصريين نستطيع ان نوفر الدعم الكامل لاهالي سيناء. انطلقت القافله وتحملوا كثير وانتشرت في اول يوم. الحمد لله نجحت القافله نجاح باهر. انا هنا برضك بشكر القوات المسلحه المصريه لانها رافقت كل القافله اثناء وجودها في سيناء، وساهمت بجزء كبير جدا في ظهور القافله بشكل محترم وتحقيق الامن والامان اثناء وجودنا هناك. وده مش غريب على القوات المسلحه وعلى دورها البارز في مثل هذه المواقف. ثاني يوم طبقا لسيناء في القلب عددنا خطه معينه لطرق الابواب في الشيخ زويد ورفح الى القرى العائده مرة أخرى بعد تطهير سيناء من الإرهاب، وطرقنا أبواب كل الأسر الموجودة، وكنا بنسلم ليهم هدايا فخامة الرئيس بمناسبة مولد النبي الشريف ومناسبة احتفالات أكتوبر ومناسبة أعياد الفلاح. قدمنا لهم مسجد المولد الشريف علب حلاوة، وقدمنا أيضا عبوات من المواد الغذائية مجانا لغير القادرين. هذه قوافل هتتكرر تاني؟ هتكرر ان شاء الله، يعني طبقا لتوجيهات معالي الوزير. احتمال في قافله اخرى في منتصف شهر 10 وضك لشمال سيناء بنفس الحجم. بنفس الحجم، ويمكن تكون اكبر ان شاء الله، لان زي ما قلت سيناء تستحق ونحن نستطيع. في جهات بتتعاون معاكم في هذه القوافل؟ طبعا كل الجهات الموجوده في وزاره الزراعه، قطاع الانتاج، قطاع الاصلاح لا بخلاف وزاره الزراعه، انا بتكلم وزارات ثانيه بخلاف القوات المسلحه ما فيش. لا، ده كل الدعم مقدم من وزاره الزراعه الى ابناء سيناء. احنا حرصنا بهذه القافله ان احنا نؤكد على الدور الايجابي لوزاره الزراعه، نؤكد على الدور المحوري والهام في خدمه المحافظات النائيه. حريصين كل الحرص على تنفيذ توجيهات معالي الوزير بان يكون لوزاره الزراعه دور ايجابي ودور حقيقي وملموس يشعر به المواطن. احنا بنساهم منذ اكثر من 4 سنوات في رفع العبء عن حقيقه عن كاهل المواطن المصري بتوفير وضخ كميات كبيره من السلع والمنتجات الغذائيه. بنحاول ننفذ توجيهات معالي الوزير في زياده عدد المنافذ المتحركه لنصل الى اكبر تغطيه ممكنه للمواطنين على مستوى مصر، وزياده عدد المنافذ الثابته لكي نحقق الشموليه ونحقق اكبر خدمه تصل الى المواطنين المصريين. رائع جدا، ده كمان مهم جدا لاحتواء يعني اهالي سيناء ودمجهم ايضا في يعني المشروع الاكبر وهو تنميه سيناء، وعن دمج ابناء سيناء واقع على أرض الفيروز. هنشوف هذا التقرير ونرجع نكمل حوار. يعد دمج أبناء سيناء في التنمية المستدامة هو برنامجا وطنيا أطلقته الحكومة المصرية بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في شبه جزيرة سيناء وتحسين جودة الحياة لأبناء سيناء. ويهدف البرنامج إلى تحقيق عدة أهداف، منها تنمية البنية الأساسية في سيناء بما في ذلك الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحي، تطوير القطاع الاقتصادي في سيناء بما في ذلك الزراعة والصناعة والسياحة، تعزيز التكامل الاجتماعي والثقافي بين أبناء سيناء والمجتمع المصري، مشاركة أبناء سيناء بداية من التخطيط وحتى التنفيذ. أما عن أهم الأنشطة التي تمت ضمن برنامج دمج أبناء سيناء في التنمية المستدامة: التنمية المستدامة في الإنتاج النباتي، حيث تم توفير 20,000 شتلة زيتون، وكذلك توفير 30,000 شتلة لوز وتوزيعهم بالمجان. التنمية المستدامة في الإنتاج الحيواني، وتضمن ذلك توزيع 50 طن أعلاف حيوانية بالمجان بمنطقة الحسنة، توزيع 5 طن أعلاف مركزة لتغذية الأغنام والماعز بقرى الشيخ زويد، توفير 10 بطاريات دواجن بمشتملاتها بالقرى العائدة بالشيخ زويد. دكتور سعيد، اتكلمنا عن التجمعات الزراعية اللي أنشئت، التقرير أشار كمان أن هناك مشروعات خاصة بالثروة الحيوانية،
وأيضا أرض الفيروز مليئة بالكنوز حتى الطبيعية بالنسبة للنباتات الطبية. حابة ان انا اتكلم في 3 نقاط بقى في اخر الحلقه. لا حقيقه زي ما قلنا في الجزء المنصرم او السابق ان الدوله المصريه لم تبخل ولم تألو جهدا في سبيل تنميه سيناء. اذا كانت المعركه بالسلاح قد انتهت، الا ان هناك معركه اكثر شراسه واكثر ضراوه قد بدات، وهي معركه البناء والتنميه داخل شبه جزيره سيناء. زي ما قلت احنا عملنا وزاره الزراعه والحكومه المصريه او فخامه الرئيس وجه بانشاء 17 تجمع زراعي زي ما قلت، وبتكلفه حوالي 6 مليار جنيه. الدوله المصريه تنفق الاموال والمليارات لتنميه شبه جزيره سيناء ومحاوله ايجاد حاله من حالات الاستقرار والطمانينه داخل اهالي سيناء لدمجهم في المجتمع المصري بشكل اسرع وبشكل كبير. احنا كمان لم نتوقف عند هذا الحد، بل انشانا 3 مراكز زراعيه او مراكز خدمات زراعيه تخدم المزارعين، مراكز خدمات زراعيه تخدم المزارعين والمربين وكافه من انتان الزراعه والانشطه المرتبطه بالزراعه في سيناء. فتم انشاء مركزين للخدمه الزراعيه في شمال سيناء، وانشانا ثالث في سهل القاع في محافظه جنوب سيناء. هذه المراكز كلفت الدوله اكثر من 600 مليون جنيه لتقديم الدعم الفني والدعم اللوجستي والدعم العلمي لاهالي سيناء، حتى لا يكون هناك عشان يشعروا ان انتوا في وسطهم. كمان لم تبخل الدوله المصريه على الاهتمام بالثروه الحيوانيه داخل شبه جزيره سيناء. تم إفاد أكثر من قافلة، كثير من القوافل الطبية البيطرية لمعالجة الرؤوس في الماشية هناك، سواء كانت ماشية أو أغنام أو ماعز أو خلافه في سيناء. وكانت هذه القوافل جمعوها مجانية وبأمصال ولقاحات وأطباء مجانية لخدمة أبناء سيناء. لم تتوقف الحكومة المصرية عند هذا الحد، بل معركة البناء، معركة التنمية، معركة الاستقرار، معركة دمج أبناء سيناء في المجتمع المصري ما زالت قائمة ومستمرة. والحكومة المصرية وفخامة الرئيس ودولة الرئيس وكافة الوزارات بفم وزارة الزراعة مستمرة الطبيعية بقى مستمرة في تقديم هذا الدعم. طبعا الدولة المصرية تعلم علم اليقين بأن سيناء تحتوي على كثير من الكنوز الطبيعية التي تميزها عن بقاع واحنا هنا بنتكلم عن الشق الزراعي فقط. هذه الدولة المصرية مستمرة أيضا في إخراج ما يوجد تحت باطن الأرض من كنوز في سيناء لخدمة أهالي سيناء وخدمة الدولة المصرية، من حفر آبار وشق طرق والتعامل مع النباتات ومحطات كهرباء ومياه شرب ومياه عادية للزراعة. احنا مستمرين في تنمية سيناء، مستمرين في تقديم كافة ما يحتاجه ويتطلبه أهل سيناء. سيناء جزء لا يتجزأ من الدولة المصرية، سيناء في قلب المواطن المصري، سيناء في قلب فخامة الرئيس، سيناء في قلب دولة الرئيس، سيناء في قلب كل العاملين في وزارة الزراعة وكل الوزارات. سيناء دائما في قلب كل المصريين. أنا بشكر حضرتك جدا دكتور سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة المصري، شكرا لوجودك معنا. شكرا يا فندم. ودايما وأبدا سيناء الحبيبة في حضن مصر، وكل أهالي سيناء جنود في الجيش المصري، وأيضا جنود على أرض سيناء يدافعوا بكل بسالة عن أرض سيناء. اسمحوا لنا أن احنا بمناسبة أكتوبر نقول ليهم ألف ألف شكر، لأنكم فعلا جزء يعني عزيز وغالي من أرض الوطن. شكرا، ودايما وأبدا تحيا مصر.